السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غندير واحد الريفيو على واحد ليكرون، وبزاف مؤخرا سبحان الله العظيم كانوا كيسولوا على ليكرون، بغاو ليكرون ديال الجيمين، بغاو ليكرون ديال الجيمين. تعجب الله هاد ليكرون هادو صيفطوه ليا الترا بي سي، يعني شركه غنيه عن التعريف اللي حتى هما كيصايبوا واحد لي زيكرون بسميه ديال لا مارك ديالهم اللي هي اكستريم لاب. دونك تواصلوا معايا وصيفطوا لي هاد ليكرون هادي باش نتيستيها وتشوفوها، وباش حتى اللي باغي يشريها يلقى الريفيو كاين موجود. يعني قبل ما يشري بطبيعه الحال الناس كيبغيو يعرفوا داكشي كيفاش داير وكيفاش داير في الخدمه والكاليتي واللعيبات. راهي المورايه دابا كما كتشوفوا راه دايره في الباك جراوند، راه موراها كاين ليكرو ديالي، وليكرو ديالي ام اس اي اللي كانت اللي عندي انا اللي ديجا عندي كنت شريتها من عندهم نيت شحال هادي. دونك قبل ما ندير الفيديو لايك سبسكرايب على بارطاجيو مع صحابكم. اللي كيبغي في فيسبوك نخليكم ليان لا باج ديسكريبشن، اللي كيبغي يتواصل معايا في تيك توك تيليجرام ولا انستغرام كلشي كاين في ديسكريبشن. ليتس جو بداو الفيديو ديالنا. اول حاجه بالنسبه للانبوكسين، يعني داكشي فيها بسيط. كاينه ليكرون لاصقه فيها النص ديال الستاند، كتجي لاصقه فيها ديريكت. كاينه ستاند رجلين كتركبهم غير بواحد الفيس واحد، كيركب داكشي ساهل ماهل. كيصيفطوا مع ديسبلاي بورت. باش تستافد من جي سي كومباتيبيليتي خص ضروري يكون عندك ديسبلاي بورت. وبالنسبه للمحول الطاقه ديالها راه كيجي خارجي، ما كيكونش يعني داخل في ليكرون. داكشي علاش يبان لكم بريز ديالها كبير شويه، يعني لانه ما عندهاش بريز العادي اللي كيكون في اغلبيه ديال لي زيكر. كيصيفطوك معاها الورقه ديال الضمان كما كتشوفوا. انا راه مقلوبه واقيلا كتبان باش كنصور او بي اس. المهم راه طبعا عندهم غارانتي فيه عام، يعني ليكرون فيها العام ديال الغارانتي. وبالنسبه لهاد الغارانتي راه تلقاو هنا مكتوبه كيشمل غير الا كان شي مشكل في التصنيع. يعني الا عندك انت شي مشكل في ليكرون جاتك لقيتي فيها واحد المشكل معين كتقدر تبدلها، ولكن الا هرستيها انت ولا درتي لها المشكل نتايا راه بطبيعه الحال ما كاينش القضيه، ما غادي يديروا معك حتى شي حاجه. انا اللي عجبني في هاد لافير كامله هي ان ليكرون صنع مغربي، يعني شركه مغربيه اللي تكلفات بهاد اللعيبات هادو وصنعت لنا هاد ليكرون هادي بالسميه ديالها. دابا نقول لكم شنو هما المميزات اللي فيها، الخصائص ديالها، قبل ما ندوزو نتيستيوها وقبل ما ندوزو نشوفوا لا كاليتي ديال التصنيع، يعني داكشي الماتيريال ديالها باش مصنوعه واش مزيان ولا عيان. اول حاجه بعدا هذه اللي عندي انا راه 1080 بي 24 بوس فاصله 5. هذا هو العبار ديالها. هما عندهم وقيله 27 بوس 1080 بي وعندهم 27 بوس 2 كي، يعني وقيله عندهم الثلاثه هادو على حسب ما عقلت. حيت دخلت للسيت شفت داكشي عندهم كيفاش داير، كل وحده وثمنها. هذه الثمن ديالها كدير 1500 درهم. فيها جوج ديال البلايص ديال اتش دي ام اي، فيها بلاصه وحده ديال ديسبلاي بورت، فيها البلاصه فين كيركب داك المحول اللي قلت لكم في الاول، يعني غير عادي الراس ديالو صغير ماشي بحال داك مولفين بريز الكبير. وفيها من اللور ملي كتشعل وكتطفى هو عباره على جويستيك، يعني كتقدر تحكم فيه، تطفي منها وتشعل منها ليكرون، اولا تحكم في المنيو واللعيبات كاملين. وداكشي كله غنشوفهم بطبيعه الحال كيفاش دايرها. واللي زوين فيه هو جاي في الوسط ديال ليكرون، يعني في التحت في الوسط كدير يدك ديك اللعبه تاعك كتبقى تخدم بديك السهوله. عجبني حتى في الجلب في اليمين كيكون زوين، ولكن حتى هذا عجبني صراحه في الوسط ديال ليكرون، حيت ليكرون ديما كتكون اونفاس معاك، يعني احسن ما يكون في الجنب ولا الفوق ولا التحت ولا ديك التخربيق الاخر. البانال ديالها كتجي فاست اي بي اس، يعني واحد ليكرون زوينه ماشي داك في اي وداك لي بانال الاخرين اللي كيكونوا عيانين شويه. فيها واحد اللعيبه هي زوينه فريمليس، يعني ما فيهاش كاع لي فريم في الجناب ما فيها حتى شي فريم. انا اصلا ديك ام اس اي اللي عندي ثاني كانت فريمليس، كانت عجباني بزاف. حتى هذه فريمليس ناضيه صراحه، كتجي زوينه ما يكونش فيها داك الجناب غلاظ، كتجي ليكرون ناضيه في الشوف. 180 هرتز يعني ريفريش ريت طالع بزاف. 180 هرتز راه تقريبا يعني راه اي حاجه 1080 بي. حاليا لي بي سي اللي جداد راه يعطيوك واحد الريفريش ريت طالع في اغلبيه ديال الالعاب سيرتو ديال الاي سبورت. فكنظن هاد ليكرون هادي غتعاون في هاد اللعيبه هادي، لانها غتبين لك داكشي اللي غيخرج لك البي سي ديالك. 1 ملي سكند جري تو جري، يعني السرعه ديال الاستجابه زوينه. هي كما عارفين هذيك 1 ملي سكند كتكون شويه تسويقيه، ولكن ملي كيكتبوا جري تو جري كتعني بانها راه غتاخذ واحد السرعه استجابه ناضيه. حنا ما عندناش داك الماتيريال باش نقيسوها. كاين واحد اللعيبه كتديرها في ليكرو كتعطيك يعني داكشي بالضبط. داكشي علاش غنكتفيو غير من النظره ديالنا بالاحساس ديالنا، ونوصل لكم يعني التجربه ديالي كيفاش دايره. وباقي فيها بزاف ديال الخصائص اخرى نخليكم نتوما تكتشفوها ملي تشريوها، لان فيها بزاف ديال اللعيبات اللي بقينا كنهضروا عليهم كاملين يولي الفيديو فيه 20 دقيقه. دابا شنو غادي نديرو؟ غنشوفوا يعني الخامات ديال التصنيع ديالها، اللور ديالها كيفاش داير، الجناب ديك التفاصيل كامله، وغادي نشوفوا من بعد يعني ندير فيها شي جيم بلاي ونقصر فيها ونلاحظ الفرق ما بين ليكرون ديالي اللي هي 75 هرتز مع ايكرون ديال 180 هرتز. ابار الجيم غير الفرق كيفاش كتحرك داك الشيء مثلا في الشاشه واللعيبات، حيت كاين واحد الفرق يعني لاحظتو انا فرق كبير صراحه، واحد السلاسه ديال 180 هرتز بزاف على 75 بطبيعه الحال. وهنا كما كتشوفوا فيها هاد اللعيبه هادي، الديزاين هذا فيها البلاصه ديال فيسا ماونت بغيتي تركبها في ستاند الا عندك ستاند. فيها اللعيبات هادو ديال التهويه من هنا، وهاد الديزاين من هنا نيت بحالهم. بالنسبه للستاند ديالها راه ماشي شي حاجه واعره، كتطلع غير بحال هكا، يا اما كتميل بحال هكا كدير العاده شويه الفوق، اولا كتهبطها لتحت على حسب الشوفه ديال عينك وصافي. هذه هي الطريقه باش كتقدر تتحكم فيها هكا ولا هكا صافي. هادشي اللي كاين. بالنسبه باش تدخل المنيو ديالها كما قلت لكم، وهي كاينه لتحت هنايا كتبرك عليها كتجيك ساهله هي على يدك. لتحت كاع كاينه كتبرك كيعطيك المنيو. فوق هنا باش تطفيها خرج من المنيو، كاين الانبوت هنايا تختار شنو بغيتي دير ليه. كاين هنايا كتشوف شنو دغيا كتبدل مثلا الكولور، الزربه كيتبدل، تكست اس ار جي بي،
ديسبلاي HDR HDR جيم HDR سينما ستاندارد. صراحة كاين بزاف، كاين الاف بي اس. المهم كل واحد كيفاش داير تقدر دير انت اي حاجه اللي بغيتي تخصص شي واحد لراسك. انا درت هاد الموفي بان لي عجبني، ما عرفتش علاش، ولكن بان لي زوين هو اللي خليت. كاين حتى هاد اش دي ار جيم هذا زوين حتى هو، كيطلع لي كولور زوينين مشبعين كثر. دابا هذا غنخلي هذا عرفتي نجربو حتى هو. دخل المنيو الرئيسي كتلقى بزاف ديال اللعيبات لي كولور تبدلهم، يعني فيها بزاف ديال الحوايج تقدر تخدم بهم وتبدلهم وتقادهم حتى تلقى واحد الطريقه ديال الاستخدام ديالك انت ترتاح فيها في الاخر. بالنسبه باش ترضى تخدم لك 180 هرتز تخدم بها وتستافد منها كامله، الطريقه سهله. يعني غتدخل تكليك على كليك دروا، دير بارامتر دافيشاج، تهبط دير بارامتر دافيشاج افونسي، هي كتلقى لتحت. مثلا عندي جوج ديال لي زيكرو دابا خدامين، كتختار ليكرو، عندك وحده راه طلع لك وحده، هي كما كتشوفوا 1080 180 هرتز، كتلقى هنا 50، كتلقى 60، كتلقى 120، كتلقى 144، كتلقى 165 180. تقدر تختار اي وحده بغيتي تخدم بها راه تخدم بها. دابا كنصور غير بكاميرا باش تبان لكم داكشي كيفاش داير. صراحه كاينه السلاسه يا سلام، احسن من داك ليكرو اللي كانت عندي في الاول. غنلعب واحد شويه نشوفو فين غنوصلو ونتيستيو نيت داكشي كيفاش داير. درت لها داك المود ديال اش دي ار جيم، هي في الكاميرا ما غتبانش لكم مزيان، ولكن كاين فرق صراحه. دابا انايا البيسي ديالي كيعطيني واحد 100 اف بي اس في هذا الجيم ديال سبايدر مان ريماسترد، كتحس بها كاينه. هاد الالعاب هادو ما كيكونش فرق كبير صراحه، ماشي بحال ديال الاف بي اس هما اللي كيكون كيبان فيهم الفرق في اللعب، ولكن حتى هنايا كتبان داكشي زوين. السلاسه يا سلام صراحه. كاين الفرق ما بين تكون كتلعب مثلا 75 مولف 75 كتشوف 180، الفرق كبير. كنظن اللي كيلعب في 100 120 140 ما يلاحظ الفرق، تكون جاي من 60 ولا 75 عاد تلاحظ الفرق الشاسع. ليكرو ناضيه صراحه. الناس اللي يعني ما باغينش يشريو شي ايكرو غاليه، هذه كتقدم لهم داكشي اللي بغاو بلا ما يحتاجوا يشريو واحد الايكرو غاليه. يعني بزاف ماركات اللي مشهورين ولا اللي كاليتي اللي طالعه بزاف كتكون غير بحال هذه، كتكون كدير شي 2000 درهم ولا اكثر. نجربوا دابا فالورانت شوفوا كيفاش دايره لافير ديالها حتى هي، واش ناضيه ولا لا. واخا ما كنعرفش نلعب هاد الالعاب، ولكن المهم هو نجربوا ليكرون كيفاش كتبان. الناس معلمين اصاحبي، ما كاين لا ايكرو لا والله ما كنتي معلم لاش لا لعبتي سيرتو ديد ماتش قتلته. هذا فنيتو أول كيل. عجباتني ليكرو، هي داكشي ناضي، سيرتو مع جيت منها 75 هرتز دزت لهادي 180. فالورانت كتعطيه داكشي اللي خاصو يعطي. ملي جات الايكرو مزيانه غنزيد نتعلم بها اكثر، ولكن التجربه ناضيه صراحه. المهم الدراري عجبكم هاد الايكرو بغيتو تشريوها تلقاو عند الترا بي سي، نقدر نخلي لكم اللين لتحت، ماشي ضروري نخلي لكم اللين. الترا بي سي اصلا مشهور غني عن التعريف، تدخلوا عندهم وغتلقاو عندهم هاد الايكرو هادي. كما قلت لكم كاينه 27 بوس 1080 بي الا بقيت عاقل، وكاينه 27 بوس 2K. هاد 2K دي عارفه كاينه حيت شفتها، هذيك الاخرى ما بقيتش عاقل واقيلا كاينه، ولا نقدر نكون غلط ولا شي لعيبه. المهم دخلوا وتشيكيو. هادشي كاين في الفيديو، نتمنى يعجبكم. لا يعجبكم لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس، بارطاجيو مع صحابكم. ان شاء الله الفيديو يجي.